هاي جايز، شلونكم؟ هاي وصلنا الحمد لله للفندق. طبعا التعب مليون. الرحلة 12 ساعة من مدينتي لين الدوحة. طبعا الحمد لله دايركت، بس 12 ساعة. أنام أصحى أنام أصحى. نمت كم ساعة بس بعدين تخربطت نومتي، لأن وياي ماما وهي ما تنام أبد، ما تنام في الطيارة. أنا أنام عادي بس هي ما تنام. يلا المهم صارت سوالف. وصلنا الحمد لله والشكر. تعبانة والله العظيم مش كنت تعبانة. بدي أنام يومين، لا مو يومين، أنام يعني من الباكر. طبعا الساعة 7:30 توقيت الدوحة، وإن شاء الله خلاص، لأن برد صار في مدينتي وفي أمريكا، يعني خلاص باردة، وأنا ما أتحمل البرد. لازم يعني بالشتاء أروح دولة، وقطر أحلى بالنسبة لي، أحلى أكثر الأماكن اللي أتونس بيها في الشتاء. وطبعا الخليج كله حلو، بس المتعود على مكان، عرفتي، يصير غير. إن شاء الله هالشتوية باقين هنا. أنا بس ذيك السنة ما سافرت بالشتاء. أي ما سافرت ذيك السنة، يعني أنا صار لي فترة، يعني تقريبا سنة وشوي ما سافرت من أمريكا. لأن بس كل شتوية أنا أسافر، أبقى دولة من دول الخليج، أبقى بيها الشتوية كلها، لأن برد عندنا وينزل ثلج وهاي، فما أتحمل. وأسافر أنا والماما. اسمحوا جوعانة جايز، بس أريد أنام، تعبانة. بس شايفين واحد اللي تعبان وما يقدر ينام، هاي أني. فراش حلو. أنا في الغرفة، وفي يعني ليفينج روم. ماما في الليفينج روم. قالت أنا ما أريد أنام هسه، روحي انتي نامي. بس إذا أنام هسه أقعد الفجر وما أعرف. المهم شوكت ما أقعد، شنو أرتب الجدول مالتي. مطولين احنا إن شاء الله. ما مستعجلين على الدياحة الراحة والجاية والوناسة، بس أريد أرتاح. ما علم يعني الرحلة مباشرة، بس أنت تخيل نفسك جالس 12 ساعة ما تتحرك بها، جسمك تعب وما مرتاح، يعني فصعبة، عرفتوا. بس أنام إن شاء الله.